الإمارات من أغنى الدول بعيدا عن المال. أزمتكم الحقيقية هي أزمة الرجال، ليس لديكم رجال بذلك المستوى الذين يفرضون لكم وجود كدولة في العالم أجمع من دون مالكم. ليس لكم أداة ثانية غير المال. عن أي مصالح تتحدثون؟ لا، خلينا عند لماذا فعلت الإمارات ولم تفعل دولة أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا أقول الإمارات هي بني صهيون العرب، هي من سعت كل السعي لإرضاء أمريكا، لإرضاء بني صهيون، ولتحذو نفس الحوض. مش مبالغ شوية إذا قلت إن الإمارات هي بني صهيون العرب؟ والله مجتمع معها الكثير من الدول العربية. ليس ما يحركني هو انفعال أو شاب. تعبنا ونحن في عمر 21 سنة. رسالة أخرى موجهة لهذا الشعب الإماراتي وللشعب الخليجي: هل تظنون أن ما تأكلونه حلال؟ لأن حكامكم هل تساءلتم يعني بعد اليوم عن كل الأموال التي تصب في كرواتب لكم بعد كل عمل؟ هل تناسيتم أن الانطلاق من الله والعودة إلى الله؟ نحن دائما نبتعد عن إدخال الدين في السياسة، نعم، ولكن هو الأساس. الحق حق والباطل باطل.